بيبدأ الفيلم في صحراء نيو مكسيكو في المكسيك وتحديدا على الحدود الأمريكية، وبيكون سبق إعداد تجارب نووية في المنطقة دي من قبل الحكومة الأمريكية بدون ذكر السبب واضح، وكمان بدون توعية للشعب عن مخاطر وأضرار التجارب دي. وقتها بقى بيظهر مجموعة علماء في المكان جايين يكتشفوا شيء معين وبيكون معاهم جهاز تتبع، وأول ما بيوصلوا لمكان بعيد بيبدأ جهاز التتبع يطلع إنذار ومش بيلحقوا حتى ياخدوا حذرهم. فجأة بيطلع عليهم راجل كله دم وبيقتلهم بطريقة دموية ووحشية بشكل مرعب، وبيربط الجثث بسلاسل في عربية وبيسوقها بيهم. وبعدها بنروح لمكان وسط الصحراء بيكون أقرب لبنزينة أو استراحة، وفي راجل بيظهر إنه عايش هناك لوحده وبيكون نايم، لكنه بيقوم مخضوض لما بيسمع صوت غريب وبيطلع صوت المية وبيظهر إنه في حد فتح الحنفية، وبيفضل ماشي يستكشف مين كان موجود وبينادم على روبي. وبيوصل لمنطقة عسكرية وبيكون مكتوب يافطة تحذيرية ممنوع المشي هنا، وبعدها بيوصل لمنجم فحم. فبيرجع لبيته تاني وبيلاقي شنطة مليانة حاجات غالية جدا وصور ناس أصحابها بيلاقي فيها كمان ودان بشرية مقطوعة. فبيصرخ وبيقول إنه مش عاوز الشغل ده تاني. وفي الوقت ده بيسمع صوت عربية بره البيت، فبيخرج وبيقابل أسرة بالكامل في العربية، وبيكونوا جم عشان يملوا بنزين، وبيكون معاهم كلبين ومسافرين كاليفورنيا. وبيسألهم انتوا رايحين فين؟ انا بقالي فترة كبيرة ما شفتش حد بياخد الطريق ده في السفر. فبيقولوا له انهم بيحبوا المعاناة، في الراجل بيضحك ضحكة خبيثة. بعدها بوبي بيروح على جنب في حتة هادية ياخد راحته شوية، واخته بتروح تلعب مع الخنزير. ودوج بيحاول يتواصل مع صاحبه بالفون لكن مش بيلاقي شبكة خالص. فدوج بيروح يسأل الراجل الكبير على دقيقة لو ينفع يستخدم تليفونه عشان يكلم صاحبه. فالراجل بيسخر منه وبيقول له انه احدث جهاز دخل بيته بيبقى المكوى. وبنروح لبوبي اللي بيدخل يستخدم الحمام، لكنه بيحس انه في حد معاه وبيبقى قلقان لكنه بيفتكرها اخته بتزاوله، وبيطلع يقول لها انه مش مسامحها على اللي عملته، لكن للاسف هي مش بتعيره اي اهتمام. وقتها كلهم بيلموا بعض ويركبوا عشان يمشوا في ساعتها. وبوب بيسأل الراجل ده على المكان اللي عاوزين يروحوا له، فالراجل بيوصف له طريق مختصر بين التلال. وفعلا بوب بيسوق في الطريق ده، لكنهم في نص الطريق كاوتشات عربيته بتفرقع، وبيظهر انها عدت على سلسلة جنزير اتحطت بفعل فاعل مش صدفة يعني. وكمان العربية بتخبط في قالب طوب كبير وبتتكسر من قدام، بس الحمد لله محدش فيهم بيتأذي. بوبي بينزل يجري ورا الكلاب عشان يرجعها، وبيبدأوا يتأقلموا على الوضع وبيخرجوا يفرشوا أكلهم، وحاسين إن الأمور طبيعية لكنها في الحياة مش بتكون كده. ودوج وبوب بيتناقشوا هيتصرفوا ازاي. فبوب بيقول له إنه هيرجع للراجل اللي دلهم على المكان ده، وبيجمعوا نفسهم وبيبدأوا يصلوا عشان ربنا يساعدهم. بوب بيدي لبوبي مسدس عشان يحمي العيلة من أي حاجة تقابلهم كده ولا كده، وبوبي بيطلع يكمل جري ورا كلابه. وساعتها دوج وبوب كل واحد فيهم بيروح على طريق مختلف عن التاني لأن خطتهم بتختلف في الإنقاذ. وبنرجع لبوبي اللي مكمل طريقه في إنه يدور على كلبه، وبيجري وراه لكنه بيكون سريع جدا. وبوبي بيوصل لحتة فاضية أوي وبعيدة، وبيبدأ يخاف لما بيسمع صوت الكلب بيصرخ، وبيطلع للجبل وبيشوف للأسف الكلب مات بطريقة بشعة جدا وحد أخد الكبد بتاعه. فبوبي بينهار وبيعيط جامد على كلبه، وبيبدأ يجري بسرعة أوي لأنه خاف جدا، فبيقع من على الجبل وبيغمى عليه. وفي الوقت ده بتجيله بنت شكلها غريب وبيكون الإشعاع النووي مأثر في شكلها لكنها طيبة، وبنعرف إن اسمها روبي. وبنشوف راجل تاني مسخ زيها بياكل في جثة الكلب. وبنشوف دوج وهو ماشي في حتة غريبة كلها عربيات مركونة ومش فاهم هي الناس دي كلها اختفت فين، وبيبقى مستغرب جدا ازاي العربيات دي وصلت لهنا. وبيلاقي دباديب وصنارة وشوية ممتلكات للناس اللي كانت هناك فبياخدها يمكن يحتاجوها. وبيكون دخل الليل على بوب وبيوصل لبيت الراجل لكنه مش بيبقى موجود، فبيفضل بوب يستكشف جوه البيت وبيلاقي تليفون بس بايظ. وبيتصدم لما بيلاقي كمية ورق جرايد للتجارب النووية الأمريكية وصور كتير للناس اللي اتحولت لمسوخ بسبب الإشعاعات النووية، وبيعرف إن البشر دول هم عمال في الأنفاق. وبيطلع المسدس بتاعه بيحس بالخطر، وأول ما بيطلع يدور عربيته بيسمع صوت الراجل العجوز بيكلم حد في التليفون. فبيقرب ناحيته وبيفتح الباب عليه بيلاقي إنه الراجل العجوز، وبيلاقيه قاعد سكران وبيعيط لما بوب بيسأله عن اللي شافه. بيقول له إنه ما كانش عاوز يعمل كده لكنهم هددوه. وبعد ما بيخلص كلام بيضرب نفسه رصاصة في دماغه. وبوب وقتها بيخاف من منظر الدم البشع، وبيبدأ يسمع أصوات بتنادي عليه باسمه وأصوات بتقول له يا بابا. فبيخاف أكتر وبيركب عربيته، وبيلاقي الصوت من حد بيكون قاعد وراه في العربية. فبيطلع سلاحه وبنتفاجئ بالشخص الغريب ده بيمسك بوب ونازل ضرب فيه. وبوب بيكون متبهدل ووشه غرقان دم من كتر الضرب. وفي الآخر بتيجي مجموعة من المسوخ ياخدوه يمشوا. وبنروح لبوبي واللي بيكون لسه فاقد الوعي، والبنت المتحولة دي قاعدة جنبه. وبريندا بتخرج بالليل تدور على بوبي، فلما روبي بتسمع صوتها بتقوم تمشي وتختفي من المكان،
لكن بريندا بتلاقي أخوها وبتفوقه وترجعه العربية وبتعمله الإسعافات الأولية. وبوبي بيسمع صوت كلب فبيتخض جامد وبيقوم بنفسه يطلب من إخواته محدش يخرج أبدا. وبوبي بيطلع ومعاه سلاح وبيتخض لما يلاقي كلب هرب من السلسلة، وحد بيقول له مالك يا ابني في ايه، وبيلاقي دوج في الآخر بعد ما بيتفزع. ودوج بيدخل يقول للعيلة إنه الطريق قدامهم مقفول أصلا ومليان عربيات أصحابهم مفقودين، وإن الراجل العجوز ضحك عليهم. وبيحكي لهم عن المقبرة والعربيات اللي شافها، وبوبي بيكون خايف ومش قادر يحكي عن اللي شافه لأن كلام دوج بيبقى غريب ومرعب أكتر بكتير. وسط كل اللي بيحصل بيزيد قلقهم على بوب لأن الدنيا ليل ومش بيكونوا فاهمين أي حاجة عنه. في النهاية كله بيستعد للنوم ما عدا بوبي اللي بيكون قاعد لوحده وشغال يفكر في اللي شافه. وبيسمع صوت من بره فبيطلع يستكشف مين ده لكنه مش بيلاقي حد. وبيرجع تاني للعربية وبيحكي لدوج على اللي شافه كله، وبيقول كمان انه مرضيش يحكي لامه عشان ما يخضهاش. وفجأة بيسمعوا صوت صريخ وبتطلع بريندا، وقبل ما يجروا يلحقوها بيلاقوا منظر مرعب جدا. وبتظهر قدامهم شجرة مولعة وبوب بيكون مربوط فيها والنار ماسكة فيه من كل حتة. والمسخ بيهجم على بريندا في الوقت ده، وأول ما كله بيجري مش عارفين ينقذوا مين ولا يروحوا فين، مسخ تاني بيظهر فوق العربية وبينط جواها ويفضل يفتش على أي أكل. وفي نفس الوقت ده بيكون بوب قرب يموت من النار اللي بتحرقه، وبيظهر المسخ التاني وبيمسك عصفور ياكله وبيشرب شوربة لسان عصفور. وفي الوقت ده دوج بيكون معاه زي خرطوم مية وبيحاول يطفي النار على بوب، ولكن للأسف بيكون خلاص بيلفظ أنفاسه الأخيرة. وبنرجع لبريندا وبنلاقي المسخ ده بيحاول يعتدي عليها، وبيجيله المسخ التاني يقوله انه لازم يكون راجل كفاية عشان يقدر يعمل ده، وبيبعد عنها وبيشيله من عليها بالقوة وبيضربه بالسلاح. وبيبدأ هو يعتدي عليها والبنت تصرخ وتبعده عنها فبيضربها بالمخدة. وواحد من المسوخ دول بيكون متعصب جدا وشغال يكسر في أي حاجة قدامه، وحتى قفص العصافير بيكسره. وبعد وقت بريندا بتدخل العربية وبتلاقي المنظر ده قدامها، فالمسخ بياخد ابنها وبيهددها بيه، وبريندا بتاخد مقلاية وتخبطه بيها. لكن المسخ بيرجع يوجه السلاح ناحية النونو، وبنرجع لبوب اللي تقريبا بيبقى عبارة عن جثة متفحمة. وبنروح تاني للمسوخ دول، وواحد فيهم بيطلع مسدس ويقتل ام بريندا قبل ما يعمل اي حاجة فيها، لكنه بيقول لها انه هيرجع لها تاني ويعتدي عليها. بيرجع دوج وبوبي على العربية، وبيلاقي دوج مراته ماتت وحماته هي كمان ماتت وبنته الرضيعة مش موجودة معاهم. وبريندا بتفضل تعيط وبتكون مرعوبة يرجعوا يهجموا عليهم من تاني. وبنلاحظ ان بيكون في مسخ بيراقبهم من فوق الجبل وبيكون بيتكلم في اللاسلكي. وبيجي الكلب التاني ويعض المسخ عضة شديدة فبيموت. وبوبي ودوج بيتخانقوا مع بعض وده لان خططهم بتختلف. وفجأة بيسمعوا زي صوت خبط في العربية، فبوبي بيخاف وبيضرب نار على الباب، ولكن بعدها بيلاقوا الكلب بتاعهم وماسك في بقه دراع المسخ. وبوبي بعدها بيلاقي جهاز اللاسلكي اللي كان المسخ بيتكلم فيه مع زميله، وبيسمعوا بيقول له اقتلوهم. ودوج بيسمع صوت طفلته بتصرخ في اللاسلكي فبيتعصب جدا وبيحس انه مش في ايده حاجه. وتاني يوم الصبح بياخد مضرب هوكي والكلب التاني وبيطلع بيهم وبيروح ناحيه المسوخ، وبيشمم الكلب ايد المسخ وده عشان يقدر يتتبعهم. وبيلاقوا نفق فبيدخلوا بيلاقوا نفسهم في مدينه تانية، وهناك دوج بيشوف بيوت كتير قديمه. وفي نفس الوقت ده بنلاقي بوب واخته شغالين يعملوا افخاخ بالحاجات اللي جابها دوج من العربيات القديمه، وده عشان لو جالهم تاني اي حد من المسوخ. بعدها بقى بيدفنوا جثة اختهم وامهم اللي ماتوا في العربية التانية. بنرجع لدوج واللي بيكون داخل جوه بيت من البيوت القديمة، وده بعد ما بيكون شاف بنته موجودة جوه البيت ده. بيعدوا بيلاقي ست قرعة قاعدة بتتفرج على التلفزيون فبيعدي من وراها، بس هي بتكون شافته في شاشة التلفزيون للأسف. بيروح دوج وبياخد بنته من على السرير وبيكون خارج بمنتهى الهدوء، لكن الست دي بتقوم له وتضربه على دماغه، وبعدها بتاخده وتحطه جوه تلاجة مليانة جثث لناس ميتة. والكلب في الوقت ده لما بيحس ان دوج اتأخر بيدخل البيت. لما دوج بيفوق بيفضل يخبط في التلاجة لغاية ما بيقدر يخرج منها، وبيبدأ دوج يتحرك وبيلاقي واحد من المسوخ فارد جسمه على كرسي ولكنه مش بيبقى قادر يتحرك، وبيقوله ان البشر هما اللي عملوا كده فيهم، وانه كل ده حصل بسبب المتفجرات اللي رمتها الحكومة في المناجم بدون اي تحذير ليهم. وفجأة وهما بيتكلموا بيدخل عليهم المسخ اللي كان عايز يعتدي على براندا، وبيفضل يضرب دوج جامد جدا ورا بعض. بس لما بيكون خلاص هيموته دوج بيحاول يدخل مفك في رجله، وكمان بيمسك علم امريكا ويرشق السيخ في رقبته، وبيمسك الفاس اللي كان معاه وبيضربه بيه بيموت خلاص. فبيخرج لبره وبيلاقي مسخ تاني فبيضربه واحدة في رجله وبعدها في ظهره، ومش بيموت برضه فبيضربه تاني في ظهره وبيموت. وبيطلع عشان يدور على بنته فين وبيكون معاه بندقية، وبنشوف وقتها مسخ ماسك لاسلكي وبيدي امر بان بنته تتقتل. وبنشوف المسخ اللي تعدى على براندا جاي عشان يقتل بنت دوج،
لكنه أول ما بيروح ناحيتها ويشيل الغطا بيلاقي خنزير والبنت مش بتبقى موجودة، وده لأن المسخ روبي بتكون أنقذتها منهم وهربت بيها، وبتروح تديها لدوج بس بيهجم عليهم مسخ في آخر لحظة، وبيفضل يضرب دوج جامد جدا وبيوقع منه البندقية، وبيتخانقوا مع بعض خناقة دموي جدا، ودوج بينزف دم بالكيلو حرفيا. وفي الآخر دوج بيقدر إنه يوصل للبندقية بتاعته وبيضرب المسخ بالنار لحد ما بيقع على الأرض، وبيجري دوج يحضن بنته، ولكن المسخ بيقوم من تاني لأن ضرب النار ما أثرش فيه، فروبي بتتدخل وبتنط على المسخ وتقع عليه من فوق الجبل. وبنرجع لبوبي واخته بريندا اللي بيلاحظوا ان في مسخ سرق جثة امهم من العربية وبيبدأ ياكل فيها، وبريندا بتصرخ وتعيط. بوبي بيبدأ يضرب نار ناحيته ويجري عشان يلفت نظره ويجري وراه، وفعلا بيجري وراه. لما بيقرب من العربية بيفجروها فيه، وبيشوفوا دوج راجع مع بنته وبيحضنوا بعض كلهم، وبيكون الكلب معاهم، وبنشوف حد بيراقبهم بمنظار من فوق برضه، فده معناه ان الحكايه لسه ما خلصتش. ده حتى لما بعتوا فرقه عمليات خاصه لهناك حصلت كارثه محدش عمل حسابها. وبيبدأ الجزء التاني من الفيلم مع واحدة ست حامل بتصرخ من الألم وحرفيا مش قادرة تستحمل أكتر من كده، لأنها مخطوفة ومحبوسة في المكان المخيف ده من سنين، ومحدش من البشر فكر يسأل فيها ولا حتى الحكومة قدرت تنقذها. ولما بتولد الطفل بتاعها للأسف بينزل ميت، وما بتلحقش يعني تفرح بيه. ومش كده وبس، ده كمان بيهجم عليها وحش شكل مرعب وبيقبض روحه من غير أي رحمة علشان تحصل ابنها اللي لسه ميت. احنا طبعا عايزين نفهم اللي بيحصل بالظبط، علشان كده الحكومة بتطلع بيان تحذر فيه الأهالي إنهم ياخدوا بالهم من نفسهم كويس قوي، لأن الفترة الأخيرة الأوضاع الأمنية مش أحسن حاجة. ومن سنتين بس في أسرة اختفت خالص ومحدش سمع عنها أي حاجة، بعد طبعا ما غصب عنهم دخلوا المنطقة 16 اللي الحكومة كانت محذرة الشعب منها. والحكومة عرفت بعد كده لما عملت تحقيقات إن في عدد كبير من العيلة اللي اختفت مات بطريقة غامضة في المنطقة دي، وكأن فيها سر غريب. علشان كده الدولة بتقرر إنها تبعت فرقة قوات خاصة وتعمل عملية تطهير للمكان باللي فيه، ولأنهم بيكونوا شاكين إن اللي خطف الأسرة دي وحوش مخيفة، فكان لازم يضربوا في المنطقة كلها صواريخ ويزرعوا لهم متفجرات في كل حتة. وده طبعا كان جزء من الخطة العسكرية اللي اتعملت، وكل القيادات العليا كانوا شايفين إنهم لازم يتصرفوا في أسرع وقت قبل ما الوحوش تظهر للشعب. وبتكون خطة الحكومة عبارة عن إنهم يحطوا تسجيلات للصوت في المنطقة المحظورة دي ويعرفوا إيه اللي بيحصل فيها بالظبط، ومسبب رعب للعالم كده. واللي بيكون مسؤول عن المهمة الصعبة دي 3 من أشطر المحققين، وهم ويلسون وفوستر وهان، اللي بيكونوا مراقبين كل صوت بيطلع من الأجهزة اللي زرعوها في المكان، ومستنيين أي حاجة تعرفهم حقيقة المكان ده. وفي مرة من المرات لما كانوا شغالين في المنطقة في جهاز بيفصل وما بيكونوش سامعين أي حاجة بتحصل حواليهم، وعلشان ده خطر قوي وممكن الوحوش المخيفة تظهر تاني في أي وقت وتهجم عليهم، بيضطر المحقق هاني يروح ويبدأ إنه يحاول يصلح الإشارة اللي فصلت، لكنه بيتصدم أوي لما بيعرف إن الموضوع مطول شويتين تلاتة بسبب الفيران اللي دمرت الأسلاك بتاعة الأجهزة، وبكده للأسف ما عادتش شغالة، ولازم المنظمة العسكرية اللي شغالين معاه يتصرفوا في أسرع وقت ويشوفوا حل في الكارثة دي ويصلحوا الأجهزة قبل ما أي حد من الوحوش يظهر والموضوع يقلب بكارثة. لكن المحقق ويلسون بيبلغ زميله هاني يحافظ على أعصابه وما يقلقش، وكمان بيطلب منه يهدى عشان يعرفوا يفكروا كويس، وبيوعدوا إن المشكلة هتتحل حالا لأنه مش ساكت، وخلاص بعت استغاثة لفريق جديد من المحققين عشان يجوا للمنطقة بالأجهزة الجديدة اللي معاهم ويكملوا المهمة. وفعلا الفريق الجديد بيكون جاهز وخد التعليمات العسكرية ووصل للمنطقة ومستني الأمر من المحقق المسؤول اللي شغال دلوقتي في المنطقة واللي هو بوستر. ساعتها بقى عمنا بوستر بيكون واقف على جبل وبيفكر ازاي ممكن يتعاملوا مع الوحوش لو حد منهم هجم وظهر مرة واحدة، وهنا خطرت على باله فكرة عسكرية كان اتعلمها من التدريبات بتاعته، فبيقرر انه يشاركها مع زميله المحقق نيلسون وياخد رأيه فيها، لكن لما بيتصل عليه ما بيكونش في اي اشارة في الصحراء اللي هم فيها ولا حتى اي حد بيرد عليه. وعلشان مفيش وقت يا جماعة بيحصل اتصال على المحقق التاني هان ويعرف رأيه في الخطة الجديدة اللي هو عملها، لكن ازاي بقى هيرد عليه وهو اساسا لسه ميت على ايد وحش من المكان. بيحس بوستر وقتها ان تقريبا في حاجة غلط بتحصل حواليهم، وكان رايح يبلغ القيادات العسكرية باللي حصل ويطلب منهم يجوا علشان ينقذوه، لكن وهو خارج حصلت الكارثة اللي محدش عمل حسابه عليها، وبيلاقي وحش من الوحوش قدامه وبيطلب منه يشتري حياته ويمشي من المكان بسرعة قبل ما يأذيه. وساعتها نيلسون بيكون مضطر يوافق على كل كلامه عشان مفيش حل تاني قدامه، وبيطلع ان كل الحوار ده خدعة من الوحوش عشان يصطادوه، وبيجي وحش تاني مختلف خالص من وراه بيخلص عليه من غير اي رحمة.
وبكده المنطقة 16 اللي الحكومة حذرت منها الشعب يوم بعد يوم كانت بتتملي بالضحايا، ومحدش لسه لاقي حل للي بيحصل ولا عارفين الخطر اللي بيحاربوه. وقائد فريق المحققين الجديد لسوء حظه بيكون معاهم في المنطقة، وبيكون مستغرب إن المحقق نيلسون لسه ما جاش لغاية دلوقتي علشان يستقبلهم ويفهمهم تفاصيل المهمة العسكرية اللي جايين علشانها وإزاي هيشغلوا الأجهزة. وبيكون خايف إن ممكن يكون حصل له حاجة من الوحوش ومحدش يقدر يلحقه. ولما بيتتبع الأصوات الغريبة اللي كانت بتظهر وتختفي في المكان، بيهجم عليه وحش تاني مخيف وبيدمر جسمه من غير أي رحمة، وبيرميه من مكان عالي أوي عشان محدش يشك في الموضوع ويعرفوا طريقه. لكن الناحية التانية بقى القوات الخاصة الأمريكية مش نايمة على ودانها، وعارفة كل اللي بيحصل، لكن علشان قلقانين من إن الجنود بتاعتهم ممكن يبقوا خايفين من الرعب انتشر في كل حتة، فبيخدعوهم وبيفهموهم إنهم هيروحوا للمنطقة 16 المحظورة عشان يتدربوا هناك. وساعتها قائد فرقة العمليات الخاصة جيف واللي معاه بيكونوا جاهزين انهم يروحوا للمنطقة مهما كان الخطر اللي هناك. بس يا جماعة لما بيوصلوا للمكان بيلاقوه مهجور ومفيش اي حد عايش فيه، ولما بيحاولوا يستنوا التعليمات ويشوفوا ايه المطلوب منهم بيلاقوا ان الاشارات ضعيفة بسبب الطقس اللي هم فيه ومفيش اي اتصال كان بيكمل، ولازم ينزلوا بالخطة البديلة ويدوروا على المحقق هان اللي كان شغال قبلهم ومسؤول عن أجهزة الصوت الموجودة في المنطقة هنا، علشان على الأقل يساعدهم في التدريب ويعرفهم طبيعة المكان هنا. والغلابة ما يعرفوش إن هان مات وشبع موت ولا حتى عارفين يركزوا في شغلهم، لأن أول ما بتجيلهم إشارة بالمراية بيكونوا فاكرين إن هان هو اللي عاملها عشان يعرفهم مكانه. وساعتها كان لازم يروحوا له، بس قبل ما ده يحصل القائد جيف أول ما بيحس إن واحد من جنوده قلقان من المنطقة 16 وعارف من الأخبار حاجات كتير عن المخاطر بتاعتها، بيقرر جيف ساعتها إنه يعاقبه ويتهمه إنه مقصر في حق الخدمة العسكرية لوطنه علشان يدار عن الموضوع وما يعملش قلق لزمايله. الموضوع مش ناقص رعب يعني. وباقي قوات الفرقة الخاصة بيكونوا واثقين جدا في كلام القائد جيف بتاعهم، وبيمشوا وراه من غير ما يشكوا في كلام الجندي نابليون اللي بيتعاقب دلوقتي انه هيستنى في المعسكر ولازم يفضل واقف ومتذنب كده لحد ما يرجعوا له مرة تانية. وبعد ما بيسيبوه يمشوا بتبدأ أول كارثة، وواحد من الجنود غصب عنه بيقع في حفرة كانت معمولة من الوحوش، ولما زمايله بيطمنوا عليه بيعرفوا ان حالته صعبة ورجله تعرضت لإصابة قوية وخطر قوي على حياته لو كمل معاهم المهمة. وبيلاقوا ان احسن حل للجندي ده انه يرجع للمعسكر القديم. وفعلا القائد جيف بيأمر يرجع عشان ما يأثرش على باقي زمايله والموضوع يتصعب عليهم. وساعتها الجندي اللي كان بيتعاقب من الفرقة بيقرر انه يستريح شوية من التعب ويدخل الحمام، ويا ريته ما عمل كده لانه بيلاقي جوه ايدين شخص وصوت بيطلب المساعدة، فبيترعب الجندي وبيروح جري عشان ينادي اي حد يلحقه. ومن حسن حظه ان زميلته لارا بتكون معاه في نفس المعسكر، ولما بيحكي لها على اللي حصل معاه في الاول بترفض انها تصدقه لغايه ما بتدخل الحمام وبتشوف بنفسها الراجل اللي بيطلب المساعده. ولما بيطلعوه بيتصدموا لما بيعرفوا ان المحقق نيلسون، وبيحكي لهم اللي حصل فيه وبيحذرهم ان الوحوش بعد ما دمروا جسمه رموه في قعده الحمام عشان ينزل عليه كل الفضلات. وبعد وقت مش كبير نيلسون بينطق اخر كلمه ليه وما بيقدرش يستحمل الفضلات اللي كانت في كل حته في جسمه وبيفقد حياته. فنابليون بيزعل قوي عليه، وعلشان مفيش وقت بيقرر انه يكلم القائد بتاعه ويحكي له ان الاخبار اللي سمعها عن المنطقه حقيقيه وانها فعلا خطر ولازم يمشوا من هنا بسرعه. لكن طبعا مفيش اي اشاره هتوصل. ومش كده وبس، ده نابليون ولارا بياخدوا الصدمه التانيه وبيلاقوا عربيه الاسلحه اللي كانت معاهم في المعسكر مولعه من كل حته ومش عارفين يطفوها. والمرعب في الموضوع ان لو اي حد من الوحوش ظهر لهم دلوقتي فمش هيكون معاهم اي سلاح يدافعوا بيها عن نفسهم. والناحية التانية لارا بتحاول تصلح الاشارة في اجهزة الاتصال علشان تقدر انها تتواصل مع باقي الفريق وتطلب استغاثة بعد ما اتأكدت بنفسها ان المكان اللي هي فيه مليان وحوش، لكن بيكون خلاص فات الاوان وبيهجم عليها وحش من تحت الارض علشان ينتقم منها ويخلص عليهم. فنابليون بيسيب اللي معاه وبيرجع على طول وكله امل انه يقدر ينقذها، لكن مش عارف ازاي ده ممكن يحصل. وفجأة بنسمع صوت رصاصة بتنضرب في الوحش، وبتكون من الجندي المصاب ميكي اللي رجع للمعسكر بعد اللي حصل في رجله، وبيحاول يستغل ان هو الوحيد اللي معاه سلاح، وعلى قد ما قدرته كان بيحاول يحميهم لحد ما بيظهر من وراه وحش تاني وبيسحبوا النفق تحت الارض. وقبل ما يقع بتحاول لارا هي ونابليون انهم يشدوه مرة تانية لفوق، لكن للأسف قوة الوحش أعلى منهم بكتير وبيقدر إنه يسحب ميكي معاه لتحت الأرض. في الوقت ده القائد جيف وباقي الفرقة بيكتشفوا إن وجودهم في المكان ده ملوش أي فايدة خالص ولازم يرجعوا للمعسكر مرة تانية. لكن قبل ما يتحركوا حصلت حاجة غريبة قوي، ومرة تانية كانت بتظهر لهم إشارة في المكان، وقرروا إنهم يتحركوا في كل حتة ويطلعوا فوق الجبل ويشوفوا مين بيعمل كده.
لحد ما بيلاقوا قدامهم جثة ميتة بطريقة بشعة. ولما بيحاول جيف يقرا البطاقة والبيانات اللي كانت فيها، بيعرف إن ده المحقق فورست اللي كانت الحكومة بعتها عشان يراقب تفاصيل الصوت في المكان. وجيف بيكون ساعتها متأكد إن زمايله في المعسكر حصل لهم حاجة، وبيطلب من الجنود بتوعه إن حد منهم يتصل على الناس اللي في المعسكر بسرعة ويعرفوا إيه آخر الأخبار معاهم. لكن لسوء الحظ ما بيكونش في أي إشارة في الصحراء اللي هم فيها. وبدأت الجنود تقلق وتخاف على حياتها، وبيكونوا شايفين إن زميلتهم عندها حق، وإن أفضل حل إنهم يرجعوا للمعسكر ويستنوا الأوامر من القيادات العليا بتاعتهم. لكن جيف بيشجع رجالته وبيطلب منهم يستنوا معاه هنا عشان يطهروا المنطقة من الوحوش اللي فيها. وفعلا بدأوا يستكشفوا المكان ويتحركوا علشان مفيش وقت، وكان لازم يتقسموا مجموعات علشان لو حد منهم مات الباقيين يجيبوا حقه. لكن وهم ماشيين فجأة مرة واحدة بيظهر لهم من تحت الأرض وحش مخيف، وبيبدأ إنه يخلص عليهم. فواحد من الجنود بدأ يضرب عليه نار من كل حتة، وبيكون فاكر إنه كده بيحل المشكلة. وبياخدوا الصدمة في الآخر بقى لما بيكتشفوا إن كل الطلقات النارية اللي طلعت من الأسلحة دخلت في جسم القائد جيف، وما بيقدرش يستحمل أكتر من كده وبيفقد حياته. وكان لازم باقي الفريق يرجع بالجثة للمعسكر. وهناك نابليون وميس بيحكوا اللي حصل معاهم هم كمان، وبيقولوا ان المحقق نيلسون راح ضحية على ايد وحش منهم، ولان الطريق مش مستقيم كان كل همهم ازاي يرجعوا بالجثة معاهم. فلقوا ان احسن حل قدامهم دلوقتي انهم يربطوا الجثة القائد جيف بحبل وينزلوها من مكان عالي. واول ما بيعملوا كده الخطة بتكون ماشية في الاول تمام، لحد ما الحبل بيتقطع والجثة بتقع منهم، وبيفضلوا كلهم يتخانقوا مع بعض ومش عارفين مين قطع الحبل. واللي يخوف اكتر ان ده اخر حبل موجود في المعدات بتاعتهم اللي اتفجرت داخل العربية، ولازم يتصرفوا باي طريقة تانية المهم حياتهم. فكان لازم يبلغوا الرتب العسكرية الاعلى منهم ويطلبوا اقرب استغاثة ويمشوا بنفسهم او ينزلوا من على الجبل، واللي يحصل يحصل بقى. وكلهم كانوا خايفين ان حد يقع منهم، خصوصا ان المكان عالي قوي. لكن اللي حصل اغرب بكتير، وبيلاقوا شخص مصاب وبينزف كمية من الدم رهيبة، وبيعرفوا من الوحوش هم اللي عملوا فيه كده، وما بيقدرش يتحمل كمية الألم اللي بتحصل له علشان كده بينتحر قدامهم. أما ميس والبنت زميلتها بيكونوا قاعدين يهونوا على بعض شوية في الظروف الصعبة دي، ولسوء حظهم بيطلع لهم وحش مخيف، وقبل ما يعمل أي حاجة الجنود بيخلصوا عليه، وما بيتعلموش من الغلط بتاعهم. لأن بعد شوية واحدة من الجنود بتتعرض للهجوم تاني لما كانت رايحة عشان تعمل حمام، وباقي زمايلها بيتحركوا ورا الصوت وبيعرفوا إن الوحش سحب البنت للكهف بتاعه زي ما عمل مع زميلهم قبل كده. وده خلينا نشك ان الناس دي ممكن يعني تكون لسه عايشة. فكان لازم الفرقة تحاول تقتحم المكان وتشوف ايه موجود فيه. وبيلاقوا دخلة النفق، ولما بيوصلوا لها بيلاقوا انه في فتحات قريبة اوي طالعة منها وموصلة لسطح الارض. واكيد الوحوش دول هما اللي استخدموها لما قطعوا الحبل اللي كان رابطين في جثة القائد جيف لما كانوا بينزلوها، وخلوا الفريق كله يشك في بعضه. ولان الموضوع مش سهل اوي كده يا جماعة، واحد من الفريق قرر انه يشتري حياته ويسيبهم لوحدهم وينسحب ويرجع مرة تانية قبل ما يموت زي الباقيين. لكن ازاي بقى والوحوش عاملة حساب الحتة دي ومجهزين خدعة ومخلين واحد منهم واقف مخصوص علشان يمسك اي حد من الفريق وهو راجع ويخلص عليه؟ زي ما قلت لكم الموضوع ما يطمنش خالص. اما اللي فضل عايش من الفريق فبيكونوا خلاص وصلوا ودخلوا جوه النفق المخيف اللي كان محبوس فيه الست اللي كانت بتولد في اول الفيلم. وفجأة مرة واحدة بيحسوا بهزة قوية والأرض بتسحبهم كلهم وبتفرقهم عن بعض. لكن من حسن حظ لارا إن كان معاها راجل يدافع عنها، لكن الغلبانة التانية ظروفها أصعب بكتير، لأن الوحش اللي عندها بيكون مصمم إنه يعمل معاه علاقة عشان يتكسر والنسل بتاعه يفضل مكمل. ولما بيتهجم عليها بتحاول ميس بقى تقاوم لغاية آخر لحظة، لكن الموضوع بيتصعب أكتر وأكتر لما بيدخل عليها وحش تاني، وكل واحد من الفريق مش عارف يتصرف في مشكلته ويلحق نفسه عشان ينقذ الناس التانية. ده حتى لارا والنابليون لما بيحسوا انهم خلاص ما عادش في امل وممكن يموتوا بيقرروا انهم يتعاملوا بذكاء مع الوحوش بعد ما لاحظوا ان الوحش المخيف اللي بيهجم عليهم عنده مشكلة في الرؤية، هو ممكن يبقى لهم نصيب ويعرفوا يهربوا منه. ولما الفريق بيحاول يطلع بأقل الخسائر ويهرب من هنا بيلاقوا وحش تالت قدامهم، لكن الغريب بقى المرة دي انه كان بيساعدهم يطلعوا من هنا، وكان طيب جدا. تحس انه كان بشر قبل ما يتحول، وبيوديهم لأوضة الخروج اللي ما كانش حد عارف طريقها غير الوحوش. ولما الفريق بيوصل لهناك بيتصدم من الرعب اللي فيها، وهو بيلاقوها مليانة بجثث الضحايا وزمايلهم اللي رغم انهم اتعرضوا للإصابة من الوحوش كان في معظمهم الروح، وناس كتيرة من الضحايا كانت لسه فيها نفس وعايشة بتتألم ومستنية حد يلحقها. لكن الفريق اهم حاجه عنده مصلحته. ده حتى يا جماعه ما فكروش انهم ينقذوا ميس زميلتهم اللي كانت بتصرخ بصوت عالي وبتطلب ان حد يجي ينقذها. في الوقت ده نابليون بيحس بتأنيب الضمير
وكان عايز يخاطر ويرجع لها واللي يحصل يحصل بقى. لكن باقي الفريق بيلاقي ان احسن حل قدامهم انهم يفجروا الباب الخلفي اللي هيطلعهم على الجبل بدل ما يموتوا كلهم هنا. فواحد من القوات بيوافق على الفكرة وفعلا بيجهز الديناميت اللي هيستخدموه، لكن من كتر التوتر اللي عنده بيغلط غلطة عمره والديناميت بتحصل فيه مشكلة والباب بينفجر فيه في منظر صعب جدا وبيفقد حياته. وعلشان مفيش وقت للزعل، نابليون ولارا بعد ما فضلوا عايشين بيقرروا انهم يخالفوا الاوامر ويرجعوا عشان خاطر ينقذوا زميلتهم مس. وزي ما كانوا سبب في انها تيجي هنا، لازم على الاقل يحاولوا يلحقوها قبل ما تموت. وبتكون الخطة بتاعتهم بقى عبارة عن انهم يرموا اي موبايل بعيد عنها عشان الصوت بتاعه يجذب الوحوش اللي في المكان ويتحركوا عليه، لان طبعا زي ما احنا عارفين الوحوش ما بيعتمدوش على الرؤية قوي يعني في الهجوم بتاعهم. لكن واحد من الوحوش كان مركز قوي وقدر ما يتخدعش زي زمايله وبيهجم عليهم. فعلى طول لارا بتشغل دماغها وبتضرب عليه اخر طلقه موجوده في السلاح بتاعها، وبتكون فاكره ان الموضوع انتهى. لكن المشكله ما تعرفش ان الوحوش بتتصاب لكن ما بتموتش في الاخر، ولسه حياتهم في خطر. فالوحش بيقرر انه يعاقبها عن اللي هي عملته وهو بيخنقها، وقبل ما تموت بثواني بيجي نابليون من وراه وبيحاول يتصرف عشان يخلصوا من العذاب ده بقى، وبيضربه بالسيف اللي كان موجود على الارض، وبيحاول يطلع هو والبنتين اللي كانوا معاه عشان مفيش وقت والارض ممكن تسحبهم في اي لحظه. وكده كده ميتين، لكن بعد ما اخيرا اتكتب لهم عمر جديد وطلعوا من الكهف بنلاقيهم ظاهرين في جهاز كشف الرؤية العسكرية، وده معناه ان في حد من الحكومة مراقب كل اللي بيحصل من بدري اهو ورافض يساعدهم. مين الشخص ده بقى وحكايته ايه محدش يعرف. وبس كده بينتهي فيلمنا. سلام.